وعلى ذكر بان الجزائر النهارده هي العنوان الرئيس في الجزء الاخير من حلقه النهارده، خدت السياره مره وحكيت القصه دي قبل كده من الجزائر لسطيف في الجنوب، رحله خدت بالسياره شرق هي الشرق شرق سطيف، شرق سطيف والشرق سطيف لملعب وفاق سطيف، والرحله خدت من 4 ل 5 ساعات بالسياره، وحقيقه كانت يوم ممطر فظيع جدا. لكن عايز اقول لك الخيرات التي رايتها بأم عيني ربنا يديمها على الجزائر من الجزائر لسطيف على مدى البصر لمده 4 5 ساعات، والله تحيي امه، تحيي امه. انا بكلمك على طريق واحد 4 5 ساعات. انا شفت من الجزائر لسطيف اكتر من 30 40 ملعب جولف، ربنا اللي خالقهم ما فيهمش الا انك تحفر حفر. لم اشهد مشهد راكور، كل الزراعات لون اخضر، حقيقة خيرات الله. 4 5 ساعات يا جماعه بلا نهايه على مد البصر، بلا نهايه، لدرجه انك مع لحظه من اللحظات كلمه سبحان الله على قدر ما هي عظيمه وشامله تجد ان هي عايز تقول حاجه اكبر من كده، عايز تقول على النعم. نحن نملك الكثير يا دكتور ادريس. نعم حقيقه صح. انت تمشي 300 كيلومتر فقط بس. الجزائر لما تمشي في ساحلها 1200 كيلومتر. عارف عندما تنطلق الطائرتين تنطلق من الجزائر العاصمه متجهه لاسطنبول، والطائره تنطلق من الجزائر نحو جنوب الجزائر يصل في نفس التوقيت. المسافه بين الجزائر واسطنبول تقريبا هي المسافه بين الجزائر وجنوبها، يعني انت مع بلد قاره بالظبط. وهي والسودان دي سله غذاء للامه دي، ما تفكرش في الاكل بالضبط يعني. إذا نحن مع أمة تملك جميع الإمكانيات، لكن لا تملك حريتها للأسف الشديد، لا تملك حريتها. عندما نفتك حريتنا من الطواغيت، من الحكام، من أعوان ووكلاء الغرب الذي تركنا، ولكن ترك من بيننا وكلاؤه الذين هم الآن مسيطرين على خيرات البلاد، وهم يقدمون الجزية للغرب للأسف الشديد. يقدم الجزيرة الغرب. لابد أن نستعيد حريتنا ونستعيد أن نحقق ديمقراطيتنا، ويكون للإنسان العربي وللإنسان المسلم في بلاده القيمة التي يستحقها، ولابد من جميع طاقاتنا أن توضع في بلادها. نحن الآن نعرف بلدان ومن بينها تركيا كانت في وضع سيء للغاية، لكن عندما قرر الشعب التركي أن يغير وضعه ويأتي بحكام يخدمونه حق الخدمة، نجحت تركيا. نحن لسنا أقل شأنا من تركيا، مصر، الجزائر ليست أقل شأنا من تركيا، نملك جميع الإمكانيات، لكن هذه الدكتاتوريات، هؤلاء الذين وكلاء الاستعمار الذين تركونا تحت التبعية الاقتصادية للغرب، لا يريدون لنا أن ننهض. إذا لابد على الشعوب أن تواصل معركة الوعي. أنا أؤكد على معركة الوعي بطريقة سلمية تحافظ على الأوطان وتحافظ على الدول وتحافظ على المؤسسات الاستراتيجية اللي الدول على رأسها المؤسسة العسكرية التي لابد أن تكون ضامنة للأوطان، ومهمتها تحرير فلسطين، حماية الأوطان وتحرير فلسطين، ليس الانقضاض على الحكم في شعوبها والتسيد أو ألا تتغلب على شعوبها، بل تكون البندقية موجهة للكيان الصهيوني وموجهة لإعداد الأمة وليس لأبناء الوطن، لأن هذه المؤسسة هي ملك لشعوبنا وهي درع لشعوبنا، لابد من حمايتها والتعاون معه. وهذا لا يأتي إلا بمعركة الوعي، وأؤكد على كلمة معركة الوعي. ومن بين هذا البرنامج الذي أعتز بالحضور فيه، هذا الذي يساهم في النشر الوعي، ونتمنى أن يتوسع أكثر وأكثر، وأن تكون برامج أخرى يعني مساهمة في نشر الوعي بين شعوبنا العربية والإسلامية. المحلل السياسي العربي قبل أن يكون جزائري دكتور إدريس ربوح، دمت رابحا بإذن الله. آمين. بشكرك شكرا جزيلا.